المسلمين الليلة ما جابوا سبب واحد من أسباب النصر. ربنا قال ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. شو أسباب النصر؟ وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ياتوا من ديل مسلمين سووا. ربنا قال من أسباب النصر يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. متى ننصر الله؟ إذا حققنا التوحيد والعقيدة الصحيحة. ما نعبد قبة. الطرق الصوفية الليلة جوا فلسطين، الطرق الصوفية الليلة في السودان، الطرق الصوفية في مصر، في المغرب، في ليبيا، في الجزائر، في كل مكان بلدان المسلمين يا إخواننا. تدعو إلى الوثنية وإلى الشرك بالله وإلى عبادة القبور والقباب والأضرحة. ناس بيعبدوا غير الله، فكيف يحققوا إن تنصر الله؟ لا الليلة قباب وأضرحة بيسجدوا لها، بيسجدوا لغير الله وبيركعوا لغير الله وبيحلفوا بغير الله وبيدعوا غير الله الموتى والمقبورين. دل في نظر العالم الإسلامي هم الصالحين. كيف يا إخواننا العالم يصلح؟ والله ما يصلح. ولن تعود القدس ولن تتحرر فلسطين أبدا ما دام الناس ما حققوا نصر الله بتحقيق توحيد الله وحرب الشرك بالله وإزالة القباب والأضرحة. الكلام ده ما بتسمعوا. بالمناسبة من الشيوخ ما بتتحرر لها بمظاهرات. الأخوان المسلمين الآن غاية ما يعملوا صناديق يشيلوا بها قروش وخطها في جيبهم، أو مظاهرة دم الشهيد دم الشهيد أقصى القدس شيماء تنادي خديجة تبكي ويرجعوا البيت. ما في حاجة غيروها يا إخواننا. كم مظاهرة طلعت للأقصى، كم مسيرة طلعت للأقصى. تحداكم كم يا أخي. النبي ذكر لكم في الحديث اللي حيحرر الأقصى منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم. ما قال مسلم براو يا عبد الله، عشان يوريك انه المقصود المسلم الموحد، انه اي مسلم المفترض يكون موحد، لكن عشان يوريك قاصد الموحدين. اللي بيعبد قبة البرعي ده ما عبد الله، ده عبد البرعي. اللي بيعبد احمد التيجاني في المغرب والجزائر والكاميرون ده بيعبد جماعة احمد التيجاني، ده ما عبد الله ولا ده بيحرر الاقصى. ده ما بيرجع القدس عشان ما تغشونا يا اخواننا. ولا القدس بيتحرر بتمثيليات ولا باناشيد. اليهود بيضحكوا عليكم. اليهود بيجيبوا التلمود يقروها قبل الحرب، قبل ما يقتلوا الفلسطينيين بيطلعوا التوراة من جيبهم بيقولوا نيا 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 ويقول تقبل الله بيخط في جيبه. والله ده الكلام الصح. ولن يتحرر الأقصى إلا بهذا. اوعى تسمع كلام السياسيين. خليتوا البلاوي دي الشرك ده. أبشروا يا مسلمون يا عباد الله، الحجر حيناديكم، الشجر حيناديكم لما تكونوا موحدين.